مساء الخير. النهاردة هنعمل فطيرتين للعشاء من نص كيلو من الدقيق. أتمنى تضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين. أول حاجة معايا كوباية مية دافية، هضيف عليها معلقة سكر، وهضيف نص كيس الخميرة الفورية. طبعا علشان نص كيلو من الدقيق مش هيحتاج الكيس كله، هاخد بس نصه كده وأبدأ أدوبهم كده مع بعض. أدوب الخميرة كويس وهركنهم على جنب. دول نص كيلو من الدقيق، وهبدأ أنخله. عايزة أقولك كمان في صندوق الوصف هتلاقي المقادير مكتوبة، وكمان طريقة التسوية. ببدأ أنخله كده. بجد عايزة أقولك إن مفيش أسهل من طريقة الفطيرتين دول للعشاء، بس بدون فرد بدون أي حاجة، هتعجبك جدا. بعد ما نخلتهم كده هضيف عليهم ربع معلقة ملح، وهضيف معلقة سكر، ربع كوب زيت. هبدأ كده بس الزيت في الدقيق. مقادير اقتصادية خالص. وكمان وهضيف دلوقتي كوباية المية بالخميرة، وطبعا هحتاج مية كمان، والمية برضو تكون دافية. واضيف شوية بشوية واعجن. انا خلاص كده عجنتها، خلاص كده بلم فيها كده. بصوا اوريكم ان هي قد ايه قوامها فيه طراوة كده. خلاص انا هبدأ اغطيها وهسيبها تختمر لمدة ساعة، وهرجع لكم. بس هغطيها كمان بحاجة تقيلة علشان ايه؟ اسرع من الاختمار. ساعة كده وهرجع لكم. بعد ساعة كده اختمرت. هبدأ اجيب صينية علشان اشتغل فيها كده وادهنها. انا دهنتها سمنة، طبعا الجو برد فالسمنة ايه جمدت كده. وهبدأ العجينة دي هقسمها نصين دلوقتي عشان هشكلها الفطيرتين. بحاول كده اظبطها بالتساوي عشان كل فطيرة تبقى قد التانية كده. اعملهم لكورتين بالشكل ده، وادورهم كده واغطيها بكيس بلاستيك. والاتنين ايه عملتهم خلاص، هغطيهم بكيس البلاستيك. لما اجهز الصواني ادهنها، هدهن صينيتين. هبدأ اجيب اول كورة وهبدأ كده اقلبها على الوش كده، يعني الوش الناعم انا اللي هعوزه عشان هقفل عليه. وتجيب عود كده وتفرديها كده. طريقتها في منتهى السهولة. هنحشي بايه؟ هنحشي بزبدة وبجبنة. إيه، انا حبيت اعمل واحدة قدامكم دلوقتي دي بالزبدة، والتانية هعملها بالجبنة. اي حشوة عندك عادي حطيها انت بتحبيها. دي زبدة، وهبدأ اقفل كده. والكرة التانية هعملها بنفس النظام، بس هحط الحشوة جبنة، اي جبنة كريمي عندك. اللي عندك ضيفيه بقى انت براحتك. عايزة تعملي الاتنين زبدة براحتك، عايزة الاتنين جبنة برضو براحتك. وابدأ اقفلها كده وبايدك او بالعود. هنفردها ايه لمقاس الصينية بس كده الدايرة بايديكي، بعود زي ما ايه، زي ما انت حابة. هي تشكيلها في منتهى البساطة والسهولة. وهبدأ اجيب الصينية واضيفها كده متقفل عليها كويس زي ما انتوا شايفين كده.
هظبطها كده انا في الصينية وهبدأ اغطيها عشان هضيف طبعا اضافات تانية. تابعي الفيديو عشان تطلعي حاجة كده ايه تحفة للعشاء. دي بنفس النظام عملتها زي ما قلت لكم عشان الفيديو ما يبقاش طويل، فعملتها بنفس النظام. هبدأ بقى اضيف عليهم جبنة موتزاريلا من فوق. اي برضو نوع جبنة عندك ممكن تضيفيه. وهغطيها بكيس بلاستيك علشان هسيبها تخمر. هقولك دلوقتي قد ايه هسيبها تخمر لما اضيف للتانية كده برضو. دي اللي بالزبدة والتانية بالجبنة الكريمي. اي حاجة حشو انت بتحبيها ضيفيها وقفلي عليها كويس وتقومي فردها تاني كده. دي معلقة زبدة هضيف عليها بيضة. انا سبتهم نص ساعة بالظبط في الصواني. ودي بيضة على معلقة زبدة. وهضيف فانيليا كده عشان ريحة البيضة. وهبدأ اقلبهم كده مع بعض واضيفهم طبعا على الوجه. هقولك طريقة التسوية بقى اللي مش هتاخد معاكي ايه، هتطلع لك حاجة تحفة وتطلع لك كده حاجة جميلة. هبدأ كده الاول ادهنهم. بص الدهان ده بقى اللي بيخلي الوش زي ما انت شفتوه كده في اول الفيديو، هتشوفوه كمان دلوقتي لما تطلع، بيخلي كده الوش كده ايه حاجة ايه كده تحفة. شكلها كده ايه. بصي هي هتعجبك وهتعجب اسرتك وهتعملها على طول. بس ايه جربيها. هي في منتهى السهولة ومعجونة بمية، يعني مقادير بسيطة. دي بقى هبدأ اسويهم. كل اللي هدهنها هسويه. بصوا دي برضو الصينية انا دخلتهم من تحت ورفعت على الشواية. الفرن يكون سخن. بصوا الفرن يكون سخن. هي بتاخد معاكي ايه 10 12 دقيقة وارفع على الشواية. بس انا مدخلاها على الفرن ايه سخن خالص، يعني مولعاه قبلها ب10 دقايق كده. الفرن سخن خالص، تدخل من تحت وبعد كده ترفعي على الشواية وتطلعي حاجة تحفة كده. تسوية زي ما انت شايفة. بجد حلوين جدا للعشاء من نص كيلو من الدقيق. وهتعملي حاجة حلوة خالص هتعجبك جدا. اتمنى تجربيها. انا هقطعها دلوقتي. بجد حاجة كده ايه تحفة. طعمها جميل وبسيطة خالص يعني المقادير بسيطة، مش عجنها بلبن ولا بأي حاجة. وما استخدمتش في العجينة بيض من جواها يعني في طريقة العجن. وطالعة ايه تحفة كده. بجد اتمنى تجربيها وتضغطي لايك للفيديو علشان يروح لكتير من المتابعين، وتعملي اشتراك وتفعلي الجرس على الكل.